صباح الفل عليكم. النهارده جاي اعمل لكم اكله من الاكلات اللي محدش بيحب يعملها في البيت لانه بيفتكرها صعبه ويقول لك ايه نطلبها من بره جاهزه. السمك السنجاري لما نعمله النهارده مع بعض هتعرف ان هو من اسهل اكلات السمك اللي ممكن تعملها في البيت. اول حاجه جبنا سمكه بوري قنال، طبعا جبناها ايه من مطعم شوايه السمك، احسن مطعم اسماك في مصر كلها. الموضوع سهل جدا، هو في تركه واحده بس، ازاي افتح السمك السنجاري. السمك كله بنفتحه من البطن وننضفه، السنجاري العكس من الظهر. انا هقول لك طريقه سهله تعملها في البيت لان في طرق كتير صعبه عليك. طبعا نسيت اقول لك اول حاجه هتقشرها، تمام؟ هتقشرها بالسكينه تشيل كل القشر اللي عليها. شايف الزعنفه الظهريه دي بتيجي من عندها بكل سهوله كده اهي، كده تجيب السمكه كده قدامك، تحط ايدك على السمكه كده وتحاول ايه تضغط كده ناحيه بطنها عشان ايه تترفع معاك كده فوق، تمام؟ وبمحاذاه الشوكه بالظبط بتمشي كده كده كده، تمشي ايه محاذي للشوكه اهي كده. عملنا ايه الفتحه بتاعتنا اهي. الجزء التاني بقى اسهل، هنعمل ايه؟ هنجيب السمكه كده كده وتمسك راسها كده من عند ايه الناحيتين وتمسكها كويس وتروح حاطط السكينه لحد اخر حته خبطت خلاص اهي في الراس اهي، خلاص خبطت في الراس، تروح جاي نازل كده وكده خلاص، تروح راجع تاني. دلوقتي احنا الراس كسرناها اهي، تمام؟ تبتدي بقى ايه تمشي بمحاذاه العمود الفقري جوه اهو. بص السمكه، بص بنقول بوري قنال زبده، بص الدهون اللي في البطن، بص ده بوري قنال مش بوري مزارع. بص عشان كده بوري القنال ده ملوش اي علاقه ببوري المزارع في الطعم. خلاص انا هنا قلت لك اسهل طريقه تعملها في البيت بس. وبعد كده بتنضف البطن دي كلها وبتغسلها غسله حلوه بفرشه سنان او باي فرشه عندك في الحوض. هنغسلها ونرجع لكم تاني. دلوقتي بقى بعد ما نضفنا السمكه هنعمل التتبيله. هنعمل حاجه كده على قديمه سهله بسيطه، يلا نشوف. في بوله كده هنحط شويه ايه صلصه، كام معلقه كده صلصه، شويه خل، شويه زيت، شويه ملح وما تقلقش كتير لان السمكه كبيره ولحمها كتير، شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، شويه شطه، شويه جوز الطيب، وشويه توم ايه مفروم. تاخد بقى التتبيله الحلوه دي ايه، ممكن تديها ايه نقطه ميه عشان بس ايه تلحلحها كده زي ما انت شايف كده اهو. ايه التتبيله جاهزه معانا. بص الجمال. هتجيب الصينيه وتحط شويه بصل متقطع كده بقى، سمكتك الحلوه تحطها بقى كده، تاخد العظمه اللي انت عاملها دي وتبتدي ايه تديها كده وش. الله 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 الله. الحته دي عشان بحب ايه، انا بحب ازقز الراس. اديها ايه اديها حلو لان كل ده هتشربه، فتقل رشه زيت كده على الوش وتدخلها بقى الفرن يا معلم على اعلى درجه حراره فوق وتحت. ولسه ولا حطينا خضار ولا اي حاجه. ليه بقى؟ هنعمل حاجه اسمها عمليه التشميع، تتشمع يعني السمكه تتشد. يعني ايه؟ يعني كل الميه اللي في السمكه اللي انت شايفها دي اللي هي الميه اللي بتبقى فيها طعم زفاره تنزل من السمكه والسمكه تشد كده تبقى ايه مشويه. لكن لو حطينا الخضار من الاول والخضار مليان ميه في ميه هتبقى ايه ميه كده مش مشويه. احنا عايزينها تبقى كأنها مشويه على الفحم بالظبط. هندخلها الفرن بالظبط هتشد مثلا ايه نقول ربع ساعه، هنشوف واقول لكم. دلوقتي بقى هنعمل الحشو بتاع السمك السنجاري. ممكن تقطع الخضار كبير لو انت عايز حاجه تاكلها كده، وممكن انا عايز اعمله زي صوص كده، تمام؟ فانا عملته ازاي؟ بص جبت البصل مفروم بالسكينه صغير قوي، بص، وده فلفل اللي هو زي ما قلت لك اللي هو الرومي او الكوبي، معاه فلفلايه خضراء حاميه برده، تمام؟ برده مفروم صغير قوي. وطماطمايه عملت ايه بقى؟ شلت القلب بتاعها البذر وبشرتها مبشوره. بص اهو انا عايزها ايه حاجه كده دايبه في بعض. معلقه توم. هنحط نفس التوابل اللي حطيناها للتتبيله هي بالظبط بس كميات اقل. وادي اهو بقى المنظر. نقلب تقليبه كويسه كده، معلش بقى النبي عربي. طبعا ايه تدوق الملح بتاعها وكده هي جاهزه معاك. بص بقى زي ما انتم شايفين كده السمكه ايه شدت، بص تدوس عليها ايه
جمدت، خسرت ميه كتير. وتجيب بقى خلطتك التحفه، وبص بقى بسم الله، وايه بحب بقى ايه، بص كده، دي من اللحظات اللي بحس فيها بالحب والامتنان للسمك. بص بالراحه بقى كده، وتطبطب عليها وتشم الريحه، شغل ايه حواسك كلها. بص الجمال، بص لوحه لوحه. وتدي بقى ايه فوق الخضار ايه شويه زيت، قرن الفلفل الحلو الامضه بتاعتنا ده، وكام ترانشه ليمون. الله على الريحه، ايه الجمال ده. دخلها بقى الفرن يا معلم. احنا مثلا حطينا ربع ساعه، تتحط مثلا ايه 20 دقيقه 25 دقيقه حسب انت والفرن بتاعك، انت هتشوفها استوت. كده كده السمك ما بياخدش حاجه، اعلى درجه حراره فوق وتحت ما ترحمهاش. دلوقتي زي ما انتم شايفين خدت تقريبا 25 دقيقه وطالعه، ما اقولكوش يا جماعه الريحه حاجه تحفه. يلا بقى ايه نغرفها وناكل مع بعض. طبعا جنبها شويه رز صياديه، وتعالى بقى اتفرج على الجمال. بص طبعا اول حاجه التسويه، بص مش محتاج اقول لك انها دايبه. ايه انت ممكن تحسها بنفسك، دايبه من جوه. بص دايبه من جوه ومن بره مشويه. بص بقى الخضار، الخضار بقى ايه خلاص حاجه واحده. ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. يلا ندوق بقى بسم الله. لا الله، ولا تقول لي مطاعم في البيت اهي. بص ما خسرتش العصاره بتاعتها، وفي نفس الوقت مشويه وحاجه. تاخد بقى شويه كده على ايه، على الرز. يا قلبي يا عقلي يا روحي، انا هقول شعر. بسم الله الرحمن الرحيم. طب يعني اعمل ايه؟ مش والله ما عارف، والله ما عارف. الجمال ده الجمال عدى الكلام. تعالى طحينه، مش عارف. ناخد بقى حته بايدينا كده ايه خطيره بالطحينه ولا بالليمون ولا بالرز. بص بقى ميزه الخضار الدايب، تاخد منه كده وهو دايب كده ايه، تحط على الرز، تحط حته سمكه. الخضار ده بقى ايه، الخضار ده بقى ايه بيبقى حكايه، واخد من طعم السمك. اللي هيجرب السنجاري بالطريقه دي هيدخل يكتب لي كومنت يدعي لي، وافتكروا الكلمه دي، هيدعي لي. جربوها مش هتندموا. باي باي.